حبيبي ليه تغيب. خبي وشك تتشهر أكتر. اللي نعرفه إن مشاهير وخاصة المطربين بيخبوا ممتلكاتهم أو حتى وجوه أولادهم عشان مثلا خايفين من الحسد أو مش حابين حياتهم الشخصية تكون على الملأ. لكن توصل إن مطرب أو فنان يخبي وشه واسمه وهويته كمان؟ طب ليه؟ توليت عمل حالة ما حصلتش وحقق نجاح كبير في وقت قليل جدا بصوته وموهبته. لكن مش هننكر ان موضوع الماسك اللي مخبي وشه وهويته ده هو سبب كبير في شهرته، وان الناس هتموت وتعرف مين ده. اللي يقولك ده ابن عمرو دياب، واللي يقولك ده مطرب راب اسمه خفاجي ولا مهاب. لكن خدوا المفاجأة بقى، توليت مش أول واحد يخبي وشه وهويته ورا ماسك أو قناع. سبقوا كتير في مصر وفي العالم وحققوا شهرة عالمية بسبب انهم مخبيين وشهم وهويتهم. تعالوا نرجع بالذاكرة شوية. فاكرين في 2002 في فيلم شباب على الهوا شفنا 3 شباب قرروا يعملوا قناة ويتكلموا عن أحداث وقضايا مهمة. وقتها قرروا يلبسوا أقنعة ويغيروا اسمهم، وده خلاهم يتشهروا جدا والناس تتكلم عنهم وعندهم فضول يتابعوهم. طب ده وفي التمثيل، تعالوا أقول لكم اللي حصل في الحقيقة بقى. بعد 22 سنة من الفيلم بيظهر مغني راب في صورة شخص مجهول لابس قناع مشهور بتوليت، وقدم ألبوم كامل اسمه كوكتيل أغاني على طريقة أغاني التسعينات. أما غير توليت بقى في 2011 ظهرت دمية زي ما بيقولوا أرملة وأم الطفلين، قلبت الدنيا بخفة دمها واستضافتها لنجوم وفنانين وتتكلم معاهم. طبعا عرفت أنا بتكلم عن مين، أبلة فاهيتا مامة كارو وبودي. حققت شهرة كبيرة جدا ببرنامجها في 2015. ده غير ان في 2021 عملت مسلسل اسمه دراما كوين وتحضر مهرجانات وكمان تألف كتاب. طبعا ناس كتير قوي قعدت تخمن شخصية وهوية اللي بيحرك أبلة فاهيتا وبيتكلم كأنه هي، لحد ما في مارس 2015 نشرت الفنانة أحلام فيديو مع أبلة فاهيتا وظهر فيه محرك الدمية الممثل حاتم الكاشف. ولكن لسه الغموض لحد دلوقتي بيحاوط شخصية أبلة فاهيتا. وطبعا كلكم فاكرين مسلم في بداياته كان بيغني على طول وهو لابس قناع اسود بيخفي ملامحه. وقتها الناس قعدت تقولك هو ايه، بيهرب من طار ولا شكله وحش ولا ايه بالظبط. وبعد ما تعرض للانتقادات قرر يقلعه ويظهر لأول مرة بوشه للجمهور في أغنية خطر في 2021. أما برا مصر بقى في 2015 ظهر شخص بيشتغل دي جي وسمى نفسه مارشميلو ولابس قناع، حقق نجاح كبير لحد ما في 2016 أصدر ألبومه الأول. غير إنه اشتغل مع أكتر من نجم مصري زي عمرو دياب في أغنية باين حبيت وأغنية صح لنانسي عجرم، ولحد دلوقتي محدش عارف هو مين. كمان الدي جي مايك كانديس بدأ نجاحه وهو بيلبس خوذة صفرة عملاقة في حفلاته وحقق شهرة كبيرة بالريمكسات اللي بيعملها. أما أعضاء فرقة سليب نوت كانوا بيلبسوا في الأول أقنعة عشان يجذبوا الجمهور، وفعلا قدروا يخفوا وشوشهم لسنين. ولكن بعد ما شعبيتهم زادت كشفوا عن هويتهم وأسمائهم. وديدماو 5 دي جي مشهور من كندا اتشهر بلبسه قناع فار بأشكال وألوان وأحجام مختلفة في حفلاته، لكن ما كانش عنده مانع بعد شهرته إنه يشيل القناع ويظهر ويكشف وشه للجمهور. كمان المطربة الأسترالية سيا فضلت تلبس باروكة مع قناع لفترة طويلة من بدايتها في 2011 لحد سنة 2013. كشفت السبب اللي خلاها تخفي ملامحها وقالت في حوار مع مجلة إذا كان أي شخص عارف يعني إيه شخص مشهور مش هيعوز يكون مشهور، وده تقصد بيه ضريبة الشهرة وفقدانها جزء من خصوصيتها. تفتكروا المطربين والفنانين اللي بيخفوا هويتهم وملامحهم ورا الأقنعة هدفهم يحافظوا على خصوصيتهم ولا شهرة وتشويق زي ما بيقولوا عليهم طار؟